الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. مجنونة يا كرة القدم، عجيبة عجيبة يا كرة القدم. سبحان الله، كأس العالم بينادي على ميسي، بيحب ميسي، عايز ميسي. لكن الفوز لما بيكون بشق الأنفس بيبقى ليه طعم أكتر ما بيكون فوز سهل وبسيط كده ومفهوش عرق، مفهوش جهد. دايما كده الحاجة اللي بتيجي بصعوبة بتبقى ما بتتنسيش، دايما في الذاكرة. أرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم 2022، أرجنتين تتقدم 2-0 وخلاص، وقلنا بقى ايه؟ الكاس هيروح فين؟ الأرجنتين بوينس ايرنز. ده مش احنا اللي قلنا وبس، ده حتى المدرب بتاع الأرجنتين، مدرب الأرجنتين اطمن للنتيجة، طلع مين؟ أنخيل دي ماريا. أنخيل دي ماريا كان عامل ايه؟ كان عامل حالة مع ميسي، كان هو اللي مشغل الناحية الشمال لما بيكون فيها، مشغل الناحية اليمين لما بيكون فيها، بيعمل سرعات، بيعمل وان تو، عامل شوارع في دفاع فرنسا لغاية ما جه الجونين. طلع أنخيل دي ماريا، سبحان الله، مفيش حاجة تتضمن، مفيش حاجة مضمونة إلا بعد النهاية، بعد صفارة الحكم. خلاص كل الناس قالت الكاس راح لميسي، فطلع أنخيل دي ماريا. ايه اللي حصل بقى؟ الدفة اتقلبت، الدفة اتقلبت، فرنسا صالت وجالت، وبعد 2-0 الواد الشقي اسمه ايه؟ حد يفكرني، اللهم صل على النبي. امبابي، امبابي عمل ايه؟ جاب 3 تجوان بس. خلينا كده مع تسلسل الأحداث. دي ماريا خرج، جه جونين، جون بيلين وجون من هجمة سريعة جدا جدا. مبابي جاب جونين وظهرت فرنسا، يعني الأرجنتين كانت كأس العالم في جيبها زي ما بيقولوا لغاية الدقيقة كام؟ الدقيقة 80. بداية بقى نزول الكيرف بعد الدقيقة 80. بابي جاب جونين، واحد بيلين، واحد من شوطة فيرست تايم في الزاوية الشمال لجون الأرجنتين. والدفة اتقلبت بقى يا معلم زي ما قلنا. ايه اللي حصل تاني؟ الشوط التاني خلص 2-2 تعادل. الشوط التالت بدأ لو الوقت الإضافي الأول، فرنسا اتقدمت، وقلنا خلاص بقى كده، خلاص وصل الكاس فين؟ وصل الكاس للأرجنتين. المهم عشان ما طولش يعني، الكاس راح وجه وراح وجه وراح وجه لغاية ما الوقت الأصلي والإضافي انتهى 3-3. ومبابي جاب 3 تجوان، جاب هاتريك في كأس العالم. أعتقد يعني لم تخن الذاكرة، ده أول لعيب يجيب في نهائي كأس عالم هاتريك 3 تجوان. وصلنا للبلنتات. الكاس برضه بيحب مين؟ بيحب ميسي، عايز ميسي يختم حياته وهو واخد كأس العالم لبلده، لأن دي كانت نقطة الضعف الكبيرة والوحيدة اللي في حياة ميسي، إنه ما خدش كأس العالم لبلده. خد بطولة أمريكا الجنوبية المرة اللي فاتت، لكن كأس العالم استعصى على ميسي. فالكرة حبت ايه؟ تصالح ميسي وتخلي ختام حياته زي ما بيقولوا ختامه مسك، احسن ختام. ايه البلنتات بقى؟
انتهت بكام؟ في 3 من الأرجنتين ضيعوا، 3 من فرنسا ضيعوا، وواحد بس اللي جاب، أو 2 ضيعوا واحد اللي جاب. فالنتيجة إن الأرجنتين كسبت بضربات الجزاء الترجيحية. في المجمل هنلاقي إن الأرجنتين كانت تستحق، يعني في الوقت الأصلي لعبت 80 دقيقة من نار، وفرنسا غايبة، فرنسا مش موجودة. بعد كده فرنسا لعبت بقى 10 دقايق، ونص ساعة الوقت الإضافي كان سجال رايح جاي. لكن مجمل 120 دقيقة الأرجنتين تستحق، الأرجنتين تستحق. فمبروك لميسي، مبروك لميسي، مبروك لميسي. ودرس مستفاد كبير قوي، إن مفيش حاجة مضمونة إلا بعد صفارة النهاية، إلا بعد انتهاء العمل. لما مدرب الأرجنتين يطلع أنخيل دي ماريا، الأرجنتين يعني بقت يعني عندها ساق مكسورة، بتجري بنص رجل، رجل التانية مكسورة متجبسة بعد أنخيل دي ماريا ما طلع. المهم مبروك للأرجنتين، مبروك لميسي وحبايب ميسي، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.